تاني يوم بعد ماتش الأهلي والزمالك خدت بالي من حاجة غريبة أوي، وهي هتافات لجمهور النادي الأهلي مهمة جدا بيرددها الجمهور دايما. والهتاف الأول هنا هو في الشدة أنا برضو ظهري وأنا ليه درع الأمان. ده مش هتاف بيتقال وخلاص، ده بيتطبق على أرض الواقع في لقاء نادي الزمالك بعد الخسارة المذلة أمام بيراميدز ب3-0 وبأداء سيء جدا للاعبين النادي الأهلي، وانتقاد الجمهور للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة. تقريبا كل الناس أجمعت على أن الجمهور مش هيكون في ظهر اللعيبة دي في مواجهة نادي الزمالك، ولكن جمهور الأهلي بيطبق الهتاف ده حرفيا في ماتش نادي الزمالك. بيتواجدوا بأعداد كبيرة جدا، بيفكروهم كمان في التيفو بتاع الماتش بالروح والعزيمة وبرموز النادي الأهلي اللي بتدل على كلمة الروح والعزيمة. وتاني هتاف هنا هو روح الفانيلا الحمراء، اوعوا تنسوها، اللون الأحمر هو رمز البطولة. اللعيبة لما بتسمع الهتاف ده وتؤمن بيه بيأدوا أداء رجولي، وده اللي خلانا شفنا لعيبة الأهلي امبارح اتحولت 180 درجة في مواجهة نادي الزمالك بقمة في الرجولة والإصرار والعزيمة، إصرارهم على تحقيق المكسب علشان خاطر يصالحوا جمهور النادي الأهلي، وطبعا علشان قيمة التيشيرت اللي بيلعبوا باسمه. وتالت هتاف هو على الحلوة والمرة معاه، وهنا مش هستشهد بماتش الزمالك، انا هستشهد بماتشين تانيين تماما، وهو ماتش سان داونز بعد ما خسرنا 5-0. برج العرب كله كان مليان جمهور النادي الاهلي، وكمان ماتش بورتو في كاس العالم الاخيرة لما كنا خلاص ضمننا تقريبا الخروج بنسبة 99% من كاس العالم. الجمهور كله، وانت بره مصر انت في امريكا، الجمهور كله مالي ارض الملعب والمدرجات، هو جمهور النادي الاهلي. بعد ما تخسر من بالميراس بأداء مذل جدا برضو 2-0 في كاس العالم، لا الجمهور حاضر وبشدة ومتواجد وبقوة في مواجهة بورتو، علشان كده عملنا ماتش تاريخي. وده اللي يخلينا نقول ان دايما الجمهور هو اللاعب رقم 1 مش اللاعب رقم 12. لو متفق معايا في الكلام اللي قلناه في الفيديو ده فاعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. سلام.